السلام عليكم. النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نجيب محتوى اي عنصر من الصفحة، سواء الكلام اللي جواه او العنصر كله، وكمان ازاي نعدله بطريقة سهلة. يلا بينا. تمام بقى، دلوقتي هنعمل div وندي ID اسمه كونتينر، وبعدين جوه الdiv ده هنحط h3 صغير مكتوب فيه hello world. يعني كده احنا عاملين صندوق div وداخل الصندوق عنوان h3 بسيط. دلوقتي بقى هعمل متغير وادي القيمة بتاعته باستخدام ال document.getElementById container. ده معناه اني بروح لل HTML واجيب العنصر اللي ال ID بتاعه اسمه container عشان اقدر اتعامل معاه بالجافا سكريبت. دلوقتي بقى لو عايزين نتأكد اننا فعلا مسكنا العنصر الصح، ممكن نعمل console.log container، وده بقى هيطبع لنا العنصر في الكونسول وهنشوفه. عاوزة اقول لكم ان في طرق مختلفة نقدر نجيب بيها المحتوى اللي جوه اي عنصر او حتى العنصر كله. دلوقتي بقى هوريكم واحدة من الحاجات دي. لو كتبنا بقى container.outer html، معناه اننا عايزين ناخد العنصر كامل من ال HTML، يعني الdiv نفسه وكل اللي جواه. لما نطبعها في الكونسول هيطبع لنا العنصر ده كله في الكونسول زي ما مكتوب بالظبط في الكود. وكلمة outer هنا معناها الخارج، يعني بيجيب لنا العنصر كله بما فيه، مش بس اللي جوه. اما بقى لو كتبنا inner HTML، ده معناه اننا هنجيب المحتوى اللي جوه العنصر بس، يعني كل حاجة جواه من عناصر او نصوص من غير الdiv نفسه. يعني باختصار كده ال outer HTML وال inner HTML بيخلونا نجيب العنصر نفسه كامل او المحتوى اللي جوه بس، ونقدر كمان نعدلهم بسهولة من الجافا سكريبت. علشان بقى نعدل هنكتب container.outer HTML بتساوي مثلا باراجراف جوه كلمة hello. ده معناه اننا استبدلنا العنصر كله بالباراجراف الجديد. يعني لو بصينا جوه البادي كده في الكونسول هنلاقي العنصر القديم اختفى وبقى مكانه باراجراف بس. اللي حصل اننا مسحنا الdiv الاصلي وحطينا مكانه عنصر جديد باراجراف بس. ليه ده حصل؟ لان outer HTML بتمثل عنصر كامل، يعني لما نغيره احنا فعليا بنغير العنصر كله مش بس اللي جوه. الdiv القديم اختفى والباراجراف الجديد ظهر مكانه. دلوقتي بقى لو كتبنا inner HTML، اللي حصل اننا غيرنا المحتوى اللي جوه الdiv بس، يعني الdiv نفسه فضل موجود بس ال h3 اللي جوه اتحذف واتحط مكانه الباراجراف الجديد. يعني الفرق عن الاوتر HTML اننا يعني مسكنا الجزء الداخلي بس من العنصر وما مسحناش العنصر كله. دلوقتي بقى لو استخدمنا inner text بدل inner HTML، اللي هيحصل ان النص ده هيتحط جوه الdiv كنص عادي مش كتاج. يعني هتشوفوا الباراجراف اللي جواه هالو دي ظاهر بالظبط كنص مش كعنصر HTML. لو بقى استخدمنا outer text، ده معناه اننا هنغير النص كله للعنصر نفسه، يعني اي حاجة كانت جوه الdiv هتختفي والdiv نفسه هيتحول لنص جديد، فالdiv القديم هيتم استبداله بالنص اللي احنا كتبناه. شايفين كده لو كتبنا outer HTML اللي هيحصل ان العنصر نفسه هيتم استبداله باللي احنا كتبناه، يعني الdiv القديم هيتحذف بالكامل ويحل محله اي حاجة جديدة سواء كانت تاج او نص. يعني لو كتبنا نص عادي هيدل على ال HTML هيتحط مكان العنصر كله كنص، والdiv القديم مش هيكون موجود خالص. لو كتبنا بقى text content، ده معناه اننا هنجيب او نغير كل النصوص اللي جوه العنصر سواء كانت جوه اي تاجات موجودة. يعني لو كتبنا text content كده، اللي جوه الdiv كله هيتغير للنص ده اللي هو التاج اللي جوه hello، ومش هيتم تفسير اي HTML، كله هيكون نص عادي. اللي احنا استخدمناه لحد دلوقتي زي الاوتر والانر والتكست كونتنت، دول بقى بنسميهم خصائص يعني properties في جافا سكريبت. يعني هما زي حاجات موجودة جوه العنصر نقدر نقرأها او نغيرها بسهولة. احنا بقى بنغير الخصائص دي، احنا في الحقيقة بنعدل الصفحة من الجافا سكريبت بدل ما نروح نعدل في ال HTML يدوي. يعني نقدر نضيف عناصر نحذفها او حتى نعرض النصوص كنصوص عادية بدل ما تكون تاجات، وكل ده ديناميكي وسهل. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام.